في بعض الأحيان تشعر أن الحياة تثقل بما فيه الكفاية على عاتقك، وتقترب جدا من فقدان الأمل، إلا أن إيمانك وصمودك، عائلتك ومحبتك تبقيك قويا قادرا على المواجهة رغم كل الظروف. هذا ما يحاول أن يكون عليه أكثر من 70 مليون شخص حول العالم، أجبروا على مغادرة منازلهم، كما هو حال هبة. بسم الله، نبدأ سعادة جديدة. السلام عليكم أختي، كيف حالك؟ الله يبارك فيكي. أختي في مدرسة هون؟ مدرسة؟ مدارس الأطفال؟ هاي مدرسة. شو مدرسة شو؟ ما أنا عارفة، هي مفتوحة جديد. والله مدرسة ابتدائية ثانوية. طيب أنت ساكنة هون في المنطقة؟ أنا قاعد أدور على مدارس هون لتعليم الأطفال، بس تكون مدارس جيدة. في غير هذه ولا هذه مدرسة جيدة ولا؟ في منطقة هون يعني كاملها فيها مدارس، في مدارس لسه يعني هون قدام في بلاد مدارس. تعرفينهم أنت؟ لأن إذا ما نعرف. يعني أنت ساكنة هون؟ وهذه المدرسة عرفتها؟ هذه المدرسة نعرفها، فاتحة صار لها تقريبا شهر. صار لها شهر. أنت من وين ما شاء الله؟ سوري. لأن اللهجة مش موريتانية. عايشة هون؟ والله. الله يكتب لك الخير إن شاء الله. يسلمك. طيب شو أحسن مدرسة الواحد ممكن يعني يشوف فيها أو يشتغل فيها أو حتى يجيب أولاده؟ يعني قوافل المعرفة. في مدارس يعني الطبقات الراقية جدا كمان، مثل مدرسة صعبة، لكن ما في هذه المنطقة. أيوة. غير منطقة. بس جيدة؟ جيدة جدا، مستوى عالي من التعليم، مدارس نموذجية. واللغة فيها يدرسون اللغتين، شو هم؟ العربية وثلاث لغات، العربية وفرنسية ولغة إنجليزية. أها حلو. طيب زين شو تنصحيني في أي مدرسة ما بتعرفي؟ والله في قوافل المعرفة، يعني هاي مقدور عليها في الناحية المادية. في مدارس قلت لك المراد يفتفرغ زينة. طيب مدرسة الأماني؟ الأماني زينة، هاي ولدي فيها. كيف؟ ولدي فيها. ولدك يدرس في الأماني، سبحان الله. والله. طيب شو المدرسة هذه زينة؟ زينة والله. جيدة يعني جيدة. كمستوى تدريس؟ مستوى تدريس جيد. جيدة ها؟ جيد. شو أسعارهم؟ والله أسعارهم تقريبا في السنة؟ ما نعرفها في السنة. في الشهر؟ في الشهر يمكن 14,000 بالنسبة ل 14. ايه. ابنك اي صف؟ الصف الرابع. صف رابع. لين انتم 13 سنة ويتخرج صح؟ مش 12 سنة. 6 ابتدائي، 3 اعدادي وثلاثة ثانوي. والله. انت تقولين والله انت عارفة اللغة. والله أنا صرت في موريتانيا صار لي 8 سنين. 8 سنين ما شاء الله. سنوات. لوحدك ولا مع اسرتك؟ الله يحفظه ان شاء الله. موجود هو هنا؟ لا والله. كنا سألناه والله، كنا سألناه بعد ناخذ رأيه على المدرسة. المدارس. طيب كيف العيشة هني؟ يعني الواحد لو حب والله صعوبات يعني لكن الحمد لله عايشين. الحمد لله هي تمشي. طيب انت بنتك في المدرسة قلتي لي؟ أنا ولدك في المدرسة. عندك أولاد ثانيين في المدرسة ولا بس هذا؟ لا، باقيين ما يدرسوا صغار. صغار، يلا الله يكتب لهم الخير. طيب أنا ما أطول عليكي. أنا سبحان الله يعني كان المفروض أجي هون بكرة، فقلت سبحان الله يعني واحد نصحني مرة قال لي لا تأجل السعادة للغد، خلصها في نفس اليوم. فقلنا اليوم نجي نسأل ونشوف إذا كانت المدرسة جيدة ولا لا. أختي شو اسمك؟ هبة. تدرسي شو؟ أيوة. نعم. الله يبارك فيكي. أنا مولودة بحداث. وين السعودية. السعودية ما شاء الله. قريبة السعودية، حبايبنا واخواننا كلنا اخوان. صحيح الله يبارك فيك. طيب يا استاذة هبة، اذا ممكن يعني هذه اوراق الاولاد اذا ممكن تشوفينهم بس. والله شكرا. هذا فيه. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. احنا اولاد الحلال جابوا لنا عندك، احنا لا ندور مدرسة ولا ندور شيء، احنا ندور الخير.
فالحمد لله جينا عندك. الله يخليك. قالوا لنا ان ابنك في المدرسه عبد الهادي، وكنا المفروض نشوف ابوه شفيق، لكن قالوا ابوه في الشغل، فقلنا ما نأجل السعاده لغدا، خلينا اليوم ان شاء الله نفرح فيها. طيب هذا مبلغ لدراسه ابنك لمده سنه. والله شكرا، والله انا ماني عارفه اسمك كيف. الله يبارك فيك. ما يحتاج تتكلمين شكرا. ولا يحتاج تقولين شيء، سبحان الله هو خير للجميع. الله يجزيكم خير. هذه الورقه عندك لمده سنه، الله. واحنا فينا نسويها ان شاء الله ل 12 سنه الله يخليكم والله. إلى أن والله يتخرج. جزاكم الله خير. الله يبارك جزاكم فيك، الله خير. وهذا توفيق من رب العالمين ورزق الله مكتوب يخليك. لك. الله يحفظكم. الله يبارك فيك. شو ممكن نسوي لك؟ شيء انت وابنك، انت وزوجك. أنا أتمنى ولو هون يصير لي غرفة ترحمني لأن سوريا انتهت. انتهت. ان شاء الله ترجع سوريا. ان شاء الله ترجع. لا ترجع. قصف بلدنا. ترجع. انت من ادلب. ترجع ان شاء الله. زين، شو إذا أنا سألتك عن حلم أنت تحلمي فيه؟ الحين الرجع لسوريا صعب، ولا أسهل شيء؟ والله أنا أقول لك إنه أكيد أنا ما أحلم. أنا شو أقدر أحقق لك؟ أنت ساكنة إيجار ولا ملك؟ طيب الشقة اللي ساكنة فيها جيدة ولا؟ جيدة، لكن تعرف نحن هون أنا هون قصتي صارت معروفة، أكثر من بيت طردوا من مشان الإيجارات. زوجي ما شغل ضعيف جدا جدا. طيب أعطيني الورقة اللي عندك. أعطينيها. هذه كان مكتوب فيها دراسة لمدة سنة، صحيح؟ كم باقي لابنك يخلص دراسة؟ باقي له 7 سنوات. طيب في جماعة راح يجوك إن شاء الله اللي يوصلونه إلك، أولاد الحلال راح يتكفلوا إن شاء الله بدراسة ابنك لمدة لين يخلص دراسة، وإذا رجعتي في سوريا يكمل إن شاء الله في سوريا، إذا الله فرجها وإن شاء الله ترجع. الله كريم. طيب الحين أنا شو ممكن أسوي لك؟ شو الشيء؟ هذا التوفيق من الله، وهذا مش مني للأمانة، هذا من الناس أولاد الحلال اللي يوصلون عندك. زوجك لو فتحنا له في السباكة اللي يشتغل فيها، أنا عارف كلها. أنا أتمنى يفتح مشروع يشتري مثلا. بس بتمشي هون؟ مشاريع تمشي هون؟ ابنك والحمد لله خلص الموضوع، راح تطمن. سكن، أوفر لك سكن، وإذا الله بعد كتب ممكن نسوي لك بعد مشروع. والله أنا لو شقة قبلاني. عشان ما نكبر الموضوع أو ما نطول فيه، خلاص صارت لك شقة إن شاء الله. ما أنا عارفة، أنا حاسة حالي بحلم. توفيق من الله. والله الله يجزيك الخير. وهذا رزق يعني. الله يجزيك الخير. الله يجزيك الخير. الله يبارك فيك. ما بقدر أقول غير الله يجزيك الخير. معاك إن شاء الله. يبعد عنك إن شاء الله أولاد الحرام. معاك إن شاء الله. معاك. سلمي على زوجك شفيق، الله يسلمك. وإن شاء الله البيت هذا يستر إن شاء الله. الله يبارك الله فيك. يسلمك. الله يبارك فيك. شكراً. شكرا. يعطيك شكراً. العافية. والله العظيم يعني كافي. الناس للناس. والله الناس للناس. انت ما انا عارفه، انا حاسه حالي بحلم. الحمد لله على كل حال. الحمد لله. والدنيا بخير، الدنيا بخير ان شاء الله. الدنيا بخير. الله يبارك فيك. شكرا. يعطيك العافيه. مع السلامه.